أعمل أكل إيه النهارده، هنتغدى إيه النهارده، كل ما بتسأليهم السؤال ده يقولوا لِك أي حاجة يا ماما. النهارده جايبة لكم 7 أفكار تنفع لوجبات الغدا، خدي اللي يناسبِك منها. نبدأ كده بسم الله. أول وجبة معايا يا بنات هي كبد وقوانص الدجاج أو الفراخ. باعملها بطريقة سهلة جدًا وجميلة جدًا ونضيفة جدًا. هتلاقوا أي طريقة لأي وجبة في الmenu موجودة في القناة. اكتبي اسم الوصفة وجنبها مملكة أروى. بعملها كده سريعة وبعد كده بعمل معاها سلطة وطبق بطاطس محمرة. تاني وجبة معايا الكشري الأصفر الإسكندراني اللي هو الرز بعدس، وسلقت كده معاه بيض وحطيت عليه رشة ملح وفلفل أسود، وكمان الطماطم اللي بالدقة اللي محدش يقول لها لأ، وقطعت معاها خيار وكمان بطاطس محمرة. ممكن استغنى عن البيض، وكمان ممكن اعمل مع البيض ده مكرونة بدل الكشري لو محدش بيحبها، وكمان ممكن اعمل معاها السمك اللي هو صغنن كده. تالت وجبة معايا هي السردين. اهو يا بنات، عملت سردين كده في صينية بمعلقة زيت واحدة، مكنتش حابة ان انا اقلي قوي، مكانش عندي زيت. وكمان بتنجان مشوي او بابا غنوج وطبق سلطة كده سريع. أكلة حلوة جدا وسريعة جدا ومش هتاخد منك وقت خالص، سهلة بسيطة. وعملت معاكم صينية السردين في القناة أكتر من مرة، بتبقى حلوة قوي وسريعة جدا، جربيها وإن شاء الله تعجبك. رابع وجبة معايا هي الفطير بالصدق بس وش بيتزا. سهلة وبسيطة وعلى فكرة موفرة جدا لو عندك نص كيلو دقيق أو أقل. أنا عملت بنص كيلو دقيق 3 فطاير بنفس الحجم اللي انتوا شايفينه كده، وكمان وش بيتزا. ممكن تعملي بقى معاها بطاطس محمرة أو تجيبي شيبسي من بره، مخللات، حاجة كده سريعة وتحسس الولاد بجو المطاعم. طبعا الوقت ده الكهرباء كانت قطعة. جميلة وسهلة وبسيطة، ممكن تستغني عنها وتعمليها بيتزا. خامس وجبة معايا قالت لهم فلافل في البيت وفول وجبنة وبطاطس وطبق سلطة وحمرت فلفل. أكلة كده سريعة من حاجات التلاجة، لما يبقى آخر الأسبوع كده وحابة ان انتي تفضي التلاجة. طبعا بتاخدي المتاح بالنسبة لك وبتسيبي الحاجة اللي الولاد مثلا مش بياكلوها. ممكن تعملي بقى بطاطس مسقعة، طبق خضرة، بيض، الكلام ده. تمام. سادس وجبة معايا الرز الأبيض، وكمان حمرت سمك. كان عندي سمك اللي هو الشهورة أو السواردية أو أبو شوكة على حسب انتوا بتسموه ايه. قالت السمك كده هو يدي لون غامق، بس هو مش غامق خالص يا بنات. وكمان طبق سلطة. السمك ده حلو قوي في القلي وفي الشوي وكمان في الصواني. اخر وجبة معايا عملت رز بشعرية، وكان عندي لحمة عملتها كباب حلة، بس انا بزود الصوص بتاع كباب الحلة شوية عشان خاطر بيتاكل بيه الرز، بيبقى حلو قوي يعني. دي مش شوربة، بزود فيها البصل كده بتدي ريحة حلوة قوي، ده صوص بصل. برضو هتلاقوا الطريقة موجودة على القناة. اتمنى المنيو النهاردة يكون عجبك. ما تنسيش اللايك للفيديو، وما تنسيش كمان تعملي اشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.